صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. الأسئلة بقت تكتر على الخاص، وتقريبًا لمّا باعمل فيديو باتسأل تاني على أسئلة جديدة على الخاص، فأنا حابب إن أنا أشارككم الإجابات، لأن برضه الأسئلة دي أكيد بتدور في أذهان ناس كتير وممكن ما تكونش تعرف توصل لي. طيب السؤال المهم اللي أنا باتسأل عليه اليومين دُولة اللي هو إيه، إزاي أحافظ على الgear box؟ أنا أهم حاجة علشان أبقى عارف يعني إيه gear box، أعرف إن دي الأداة اللي بتوصّل الحركة من الموتور لل4 عجلات، وده اللي بيسبب أداء كويس للموتور طول ما الgear box بتاعنا كويس، وده لو كان جرى له حاجة هيسبب أداء سيء جدًا، وهيعمل مشكلة كبيرة جدًا للعربية، والgear box في أي عربية إذا كانت جديدة أو قديمة فهو برقم كبير جدًا. فعلشان أحافظ عليه في شوية حاجات كده أنا لازم آخد بالي منها. أول حاجة هنتكلم عليها وهي دي أسهل حاجة، إن أنا أغيّر الزيت بتاعه في ميعاده. طيب العربية السوبارو بيتغيّر عند ال100,000 وفي الكتالوج بيقول لك طول ما أنت ما تروحش صحرا وما بتمشيش في أماكن فيها تراب أو كده فالزيت ده lifetime. أنا عن نفسي هاغيّره عند ال100,000. طيب العربيات التانية في عربيات من 40,000 و60,000 علشان تغيّر الزيت ده وتضمن للفتيس أو الgear box بتاعك كفاءة عالية إن أنت تغيّره زي ما الكتالوج بيقول، وساعات أنا باحب أغيّر قبل الميعاد بشوية. طيب أغيّره فين؟ بُصّوا بقى دي مهمة جدًا، بالنسبة للعربية بتاعتنا علشان العربية بتاعتنا الناس مش فاهمة فيها أوي، فبلاش تغيّره برّه التوكيل، في حاجات كده مش هاتنازل عنها. وحاجة تانية لو جرى له حاجة التوكيل هو اللي بيبقى مسؤول، لكن لو أنت غيّرته عند حد برّه جرى له حاجة أنت اللي مسؤول وأنت اللي هتشيل، والتجربة دي حصلت لناس كتير. فيبقى أنا لازم أبقى فاهم إن تغيير الزيت يا ريت، يا ريت مش في عربيتنا بس في كل العربيات غيّره في التوكيل. طيب دي أول حاجة والbasic العادي جدًا. طيب الحاجة التانية والمهمة جدًا هو التحميل على الgear box. المفروض إن أنا ما أحمّلش على الgear box بطريقة تخلّيه يبوظ بسرعة، أنا عايزه يعيش عُمر أطول. طَب أعمل إيه؟ المفروض إن أنا ما أحمّلش بسرعات عالية جدًا في طُرُق سفر، يعني إيه ده؟ يعني أنا المفروض أمّا أسافر ما أجريش؟ لأ اجري، بس ما تجريش بسرعات أعلى من المفروض، يعني أنت معاك لغاية 120 140 ولو إني ما بارشّحش هذه السرعة، ولكن تمام، طول ما أنت ما بتزوّدش على الفتيس جري في أي عربية مش عربيتنا بس، ده ما بيزوّدش التحميل عليه، وبالذات طُرق السفر. ليه بقى؟ لأن طُرق السفر أنت بتكون شايل حاجات، وهنيجي بقى لموضوع التحميل على الgear box عن طريق شيل العربية لأشياء وأفراد. طيب يبقى أنا مفروض إن أنا في السفر وبالذات لو أنا طالع مطالع أو طالع ما احمّلش على الgear box، ما أرُص عليه، ما افضلش سايق برتم معيّن 160 كيلو أو 140 كيلو لمدة مثلًا تزيد عن الساعة، ده تحميل كبير جدًا وبياكل من الgear box بتاعنا، وبيأثّر عليه بشكل فظيع، يعني عمره الافتراضي بيقل بطريقة كبيرة جدًا طول ما أنت بتسافر كتير وسرعتك عالية جدًا. السواقة المعتدلة بتسبب إن الحاجة تعيش أكتر. طيب يبقى أنا المفروض إن أنا ما أجريش عليه بسرعات عالية في السفر، في طرق السفر. طيب والحاجة التانية، الحاجة التانية التحميل على العربية. التحميل على العربية كل عربية وليها أوزان معيّنة مكتوبة في الكتالوج، يعني مثلًا مثال عربيتنا بيقول لك إن هو الstandard بتاعها من 330 كيلو ل450 كيلو، يعني لو أنت ماشي ب330 كيلو فده standard حلو أوي للعربية تقدر تمشي بيها وأنت مريّح على الgear box، الmaximum بتاعك 450. طب أحسبها إزاي؟ تحسبها إن أنت مثلًا معاك 4 أفراد أو بيهم أنت، كل واحد المتوسط بتاعه 80 كيلو، يبقى الباقي شُنط، أوكي؟ يبقى ما زوّدش عن ال450 كيلو في العربية. طيب أنا كده حسبت لك إزاي تشيل في العربية داخلي علشان ما تزوّدش الحمل على الgear box، كل الحمولات الزيادة بتحمّل على الفتيس بتاعك. طب إيه الحاجة اللي أنا شايفها إن برضه الناس بتسألني عليها أشِد قد إيه
حمولة لو أنا مسافر وأنا عندي كرفان. خدوا بالكم العربية مش مصممة لشد عربيات أخرى. يعني إيه؟ يعني المفروض إن أنا لما أشد عربية أشد كرفان اللي هو عبارة عن عجلتين بدون أي فرامل، مش موجود فيه فرامل، عجلتين سايبين بتشيل حمولة من فوقيهم. والعربية لما بتشيلها، لما العربية بتاعتك بتقف الكرفان اللي وراك بيقف، مفيش حد سايق فيه او في حاجه تقدر في مره تفرمل فتاثر على الجير بوكس. يبقى انا بشد حاجه بنسميه سايب، يعني الجر ده مفيش حاجه حكماه، ما العجل ده نفسه ما يكونش فيه حاجه توقفه او تفرمله. يبقى ده مهم جدا. طيب لغايه كام؟ المفروض ان الكتالوج بيقول لك لغايه 1140 نقول 1000 كيلو بدون ما يكون في اي حاجه ماسكه الكاوتش. طب لو انا شايل 450 يبقى اللي ورايا ده ما يزيدش عن 450. يعني انا التوتال بتاعي علشان اقدر الماكسيمم كباستي بتاعي ان انا اشيل بالسحب 1000 كيلو. طيب ايه لو انا حبيت اسحب عربيه؟ لا، لو انت بتسحب عربيه بتاثر على الجير بوكس، لان العربيه اللي وراك ده او اللي ماسك العربيه وراك وانت بتسحبه، اولا العربيه بتبقى فيها الات جر حتى لو هو منور، فيها فرامل فممكن هو يشوف خطر فيفرمل، كل ده هيأثر على الجير بوكس. وبالذات ان احنا الفتيس بتاعنا سي في تي، والفتيس السي في تي حساس جدا، يعني مش هيستحمل ان انت تسحب حاجه وهو يفرمل فجاه، هيأثر جدا عليه. غير ان اداه السحب اللي هي الموجوده معاك في العربيه مش مصممه انها تسحب عربيات، هي مصممه تسحب حاجات ذات عجل سايب زي ما بيقولوا، مش عارف اقولها لك ازاي، يعني عجل ما فيش حاجه بتحكمه. ده الحاجه التانيه والمهمه جدا اللي انت لازم تاخد بالك منها وانت بتسحب اي حاجه. طيب الحموله فوق العربيه، لو انت مركب روف راك وعندك بوكس لازم توزن البوكس ده وتعرف وزنه قد ايه، لان الحموله الماكسيمم بتاعك فوق العربيه هي 80 كيلو. يعني لو انت هتشيل حاجه فيها روف راك، خلاص الروف راك ده ليه وزن. لو كان الروف راك دهوت او الصندوق دهوت وزنه 20 كيلو، يبقى انا هشيل جوه الشنطه بتاعه الروف راك اللي هي الشنطه اللي بتشيل الحاجات 60 كيلو. طب لو هو انا مركب حاملين وهشيل عليهم، ماكسيمم بتاع التحميل السقف يستحمل لغايه 80 كيلو. وخد بالك ان الطريق واللي انت ما بتشيل فوق سقف العربيه ده الرياح نفسها بتبقى بتصد في الحاجات دي، فبتسبب مشكله جدا انها بتحمل على الفتيس. يعني انت لو انت شايل حاجه العربيه ما بقتش انسيابيه، تمام؟ ولازم لما انا اشيل حاجه ليها طريقه مهمه جدا ان انا اشيل بيها. ايه هي الطريقه المهمه ان انا اشيل بيها؟ ان انت لما تركب حاجه على العربيه لازم تكون عامل البدايه بتاعتها عباره عن سحبه. يعني ما ينفعش احمل حاجه على العربيه واعملها زي البوكس تبقى مربعه، ده بيسبب انها بتصد في الرياح وبتقلل من سرعه العربيه. الحاجه التانيه بقى الكاوتش. الكاوتش يا جماعه مؤثر جدا على الجير بوكس. يعني انا لو انا مسافر والكاوتش بتاعي نايم، معنى كده ان انا بحمل على الموتور والجير بوكس، لان العربيه هتستهلك اكتر بنزين وهتبقى اتقل على الارض. اوكي، فيبقى انا المفروض ان كمان ان انا اظبط الكاوتش بتاعي. بالنسبه للعربيه السوبارو الاكس في احنا 32 امامي و31 خلفي، تظبط الكاوتش قبل ما تسافر وتتاكد منه، وتتاكد كمان على البلوف انها ما بتسربش. يعني معنى كده ان انت مش تروح بس تزود كاوتش، لا، اغلب المشاكل اللي بتحصل ان انت لما بتروح تزود الكاوتش الابره بتبوظ وهو بيزود لك الكاوتش. فانت اجراء بسيط جدا بعد ما يزود لك الكاوتش، لو سمحت بسفنجه فيها صابون اتاكد لي كده ان ما فيش اي تسريب على اي بلوف، مش بس مكان الابره، من ورا البلف. تمام؟ يبقى ده مهم جدا. طيب ايه الحاجات التانية؟ ان انا ابص على درجة حرارة العربية، وان انا لو انا ماشي في حر، تمام، ما ازودش واقرص على العربية. درجات الحرارة العالية جدا بتسبب ان انت بتتلف الاجزاء الميكانيكية في العربية. فيعني معنى كده ان انا لو لقيت درجة الحرارة 50 وانا مسافر، المفروض ان انا ما اقرص على العربيه، ما ازودش سرعاتي، لا، ده انا المفروض ان انا امشي في معدلات اللي هي ال 90 ال 100 كيلو. ده
بيريح العربية وبيسبب معاك إن العربية عمرها تطول. فدي حاجة مهمة جدًا، طول ما أنا في درجات حرارة عالية ما أقرصش على الموتور، ما أزودش السرعات، ما أقولش لأ أنا عايز أوصل بسرعة، لأ ده أنا المفروض إن أنا أقلل تمام الاستهلاك العالي اللي بيحصل ده نتيجة الاحتكاك، ودرجة الحرارة العالية اللي هي برّه 50 زائد إن الموتور 100 وشوية والتبريد بيدخل له الهوا سخن من الطريق، فالتبريد بيقل، كل الكلام ده بيأثّر على الموتور والgear box. يبقى أنا كمان أحُط في بالي طول ما درجة الحرارة برّه عِليت، طول ما أنا أقلل ضغطي على الموتور، وإن أنا أدوس بالراحة بحيث إن الRPM بتاعي ما يعلاش عن ال3. أوكي؟ وده يُفضّل جدًا، يعني أنا لو في طريق سفر أضبط نفسي كده على الاتنين في الRPM بتاعي، وده هيريّح الموتور جدًا. الحاجة التالتة بقى لو أنا حسيت إن العربية بتسخن منّي وبتزيد درجة حرارتها، تمام؟ لأ، يبقى أنا كده لازم أقف وبسرعة أشوف المشكلة إيه، ولو كانت المشكلة دي بسبب حرارة الطريق فأنا لازم كده آخد بريك كل بالضبط ساعة أو نُص ساعة. ولكن المفروض إن العربية ما تسخنش منّي، فلو أنا لاحظت إن العربية بتسخن منّي ما تكمّلش مشوارك، لإن بعد كده في مشكلة هتحصل كبيرة على الموتور وهتسبب كارثة. فأنت أول لمّا تحس إن درجة الحرارة عِليت ما تفتحش الرادياتير تزوّد مَيّة وتجيب حد يبُص لك فيها، لأ أفضل حاجة لعربياتنا الجديدة أنا حسيت إن درجة الحرارة عِليت، أقف، اتصل بالتوكيل، تعالَ اسحب العربية شوف لي مشكلتها إيه، ما تعُكِّش، العَكّة دي يعني تمنها كبير جدًا، تمنها الموتور، تمنها وش سلندر، تمنها قصة كبيرة جدًا. أول لمّا درجة الحرارة ترتفع وتحس إن في مؤشر إن بيقول لك إن أنت درجة الحرارة عندك عِليت، ما تفكّرش ثانية واحدة إن أنت تبطّل العربية، تركن في مكان كويس، تهدّي ما تدوّرش تاني وتمشي تاني، السخونة بتعلى بعد ثواني تاني. الأخطاء دي وقعنا فيها كتير ويا ريت ما حدّش يُقع فيها. ركّز في الحتّة دي مهمة جدًا، جدًا، أول لمّا عربيتك تسخن ما عندكش غير حل واحد، حد يسحب العربية يودّيها للتوكيل، وربنا يحفظكم وربنا معاكم. صباحكم فُل ويا رب كده يكون عيد سعيد تقضّوه بخير ويحافظ عليكم. سلام.